السلام عليكم. بتبدأ أحداث الفيلم بالطفل ماكس اللي عنده 12 سنة وأمه بتصحيه من النوم وبيطلب منها إنها تجيب له كلب، لكنها بترفض وبتقوله لما يشيل رسوماته اللي على الأرض ويتعود يرتب أوضته تبقى تفكر، فبيسكت وبيجهز علشان يروح مدرسته. وفي نفس الوقت في مؤسسة GR لصناعة الروبوتات المتطورة بتكون دكتورة أليكس بتشرح آخر تطور لاختراعها، وهو روبوت النانو اللي بيقدر ينمو ويتحول لأي شكل هم عايزينه، وعنده قدرة على الاختفاء، وكمان بيأمن قاعدة البيانات والمعلومات السرية المشفرة عليه ومستحيل اختراقه. وبيبقى حاضر لاجتماع أشخاص مهمين من الحكومة وبينبهروا بالاختراع وبيقرروا إنهم يمولوا لأنه روبوتات النانو هتبقى سلاحهم في المستقبل. بس مدير الشركة بيهمس لأليكس بإنهم لسه ما يعرفوش الروبوتات دي هتتأقلم مع العالم الخارجي ولا لا. وبنرجع لماكس وهو في طريقه لمدرسته وبيلفت نظره مجموعة من الشباب بيرسموا على الحيطان، ومن حبه للرسم بيبقى نفسه يشاركهم، لكن بيفتكر مدرسته وبيجري على هناك، وللأسف بيوصل متأخر. وأول ما بيدخل الفصل زميله دان بيتنمر عليه وبيقع، وكل الطلاب بيضحكوا عليه ما عدا زميلته لوسي اللي بتزعل علشانه. وبنشوف واحد من فريق دكتور أليكس رايح لرجل عصابات غني اسمه ماريو وبيحكي له عن اختراع روبوت النانو الجديد، وبيقول له إنه زي الزئبق ويقدر يخترق بيه أي مكان وهو عايزه، وكمان ياخد المعلومات اللي محتاجها، وإن أليكس محتفظة بيه جوه كبسولة. فبيقرر ماريو إنه يسرقه وبيجهز خطة مع رجالته وبيكلف جاكي بالمهمة لأنه ذكي ومحترف في دخول الأماكن المحصنة. وفعلا جاكي بالليل بيروح يتسلق مبنى المؤسسة وبيستخدم أشعة ليزر علشان يعمل فتحة في الإزاز يدخل منها، وبيعطل جهاز المراقبة وكمان الإنذار اللي بيحمي اختراع النانو، وبيقدر يوصل للخزنة اللي فيها الكبسولة. بيحط جهاز صغير في لوحة التحكم علشان يخترقها، وبيتفاجئ بالحارس جاي ناحيته فبيستخبى، والخزنة بتتفتح في اللحظة دي وبتطلع كبسولة النانو، والحارس بيشوفها وبيستغرب. وقبل ما يبلغ في اللاسلكي جاكي بيضربه وبياخد الكبسولة وبيجري بسرعة، وبيحاولوا رجال الأمن اللي في المكان يمسكوه لكن ما بيعرفوش. وفي الوقت ده ماكس بيخرج من بيته من غير ما أهله يعرفوا، وبيروح على المكان اللي كانوا الشباب بيرسموا فيه على الحيط، وبيحط السماعات في ودانه وبيشغل مزيكا، وبيفضل يرقص وبيدور على ألوان من اللي بيستخدموها وبيرسم بيها على الحيط. ورجال الأمن بيبقوا لسه بيطاردوا جاكي علشان يمسكوه، وبيدخل معاهم في قتال، وبتقع منه كبسولة النانو ناحية ماكس اللي ما بيكونش سامع أي حاجة، وبيلاقيها ماكس وبيفتكرها سبراي ألوان وبيستخدمها وبيرسم بيها رسمة كلب بطريقة احترافية على الحيطة. ولما الكبسولة بتفضى بيرميها، وبيروح جاكي يدور على الكبسولة لحد ما بيلاقيها وبياخدها، وبيلفت نظره رسمة الكلب اللي رسمها أليكس وبيقولوا إنها رسمة جميلة ومميزة، وبيسيبه وبيمشي. وماكس بيفرح بكلامه وبيرجع هو كمان للبيت، والمفاجأة إن الرسمة بتتحرك ومادة النانو بتخرج من الحيطة وبتتحول لشكل كلب روبوت. وساعتها بيكون جاكي وصل لماريو وبيسلمه الكبسولة، لكن لما بيفتحها بيلاقوها فاضية، فبيطمنوا جاكي إنه هيرجع يدور عليها تاني. وبنشوف إن الكلب ماشي ورا ماكس وهو مروح، وبيبقى خافي علشان ما يشوفوش، وماكس بيبقى حاسس إن في حد ماشي وراه. وبتروح دكتور أليكس للمؤسسة وبتعرف إن روبوتات النانو اتسرقت، ومديرها بيقول لها إنه هيبلغ الشرطة، فبتعرفه إنها الوحيدة اللي عارفة إزاي الروبوتات دي ممكن تفكر، وإن هي اللي هتدور عليهم بنفسها. وبيوصل جاكي للمكان اللي كان فيه ماكس وبيدور، لكن بيتفاجئ إن رسمة الكلب مش موجودة على الحيطة، وبيستغرب بس بيستنتج إن الكلب مع ماكس. وتاني يوم بيروح ماكس للمدرسة والكلب بيكون وراه وهو مش شايفه. وفي آخر اليوم الدراسي بيقعد ماكس يرسم، ودان بياخد شنطته وبيفضيها على الأرض وبيضايقه، فبينزل ماكس يلم حاجته وبيتفاجئ بالمعلمة بتاعته بتطير وبتتحدف على دان، وبيبقى مستغرب إزاي ده حصل. ودان بيرجع له، لكن المفاجأة إن ماكس بتظهر جواه قوة عجيبة وبيستخدمها ضد المتنمرين بمنتهى السرعة، وكمان الشنطة بتاعته بتتحرك وبتساعده وبيقدر يتغلب عليهم. وزميلته لوسي والبنات بيكونوا واقفين ومستغربين من قوته. وبنرجع لأليكس اللي بتقرر تستخدم سلاح من اختراعها يقدر يعطل روبوتات النانو. وفي نفس الوقت بيكون ماكس رايح يشتري ألوان، والفلوس اللي معاه ما بتكفيش، فبيقرر يسرق الألوان. وهنا الكلب بيعرف اللي بيفكر فيه ماكس، والبياع بيلاحظ ماكس وهو بيمسك الألوان، وقبل ما يروح له الكلب بيرمي كيس كور صغير على الأرض، والبياع بيتكعبل وماكس بيسيب الألوان وبيجري بسرعة قبل ما يمسكه. في نفس الوقت بتكون دكتور أليكس في عربيتها وبترصد حركة الروبوت على شاشة التتبع، وبتفرح إنها قدرت تعرف مكانه، وبتروح للمكتبة اللي كانوا فيها وبتطلب تشوف تسجيل الكاميرا، لكن البياع بيرفض، فتستخدم الساعة اللي في إيدها وبتنسى كل تسجيلات الكاميرا من بعيد وبتمشي. وبيكون ماكس راح لنفس المكان علشان يكمل رسم، لكن بيتفاجئ إن رسمة الكلب اختفت. وهنا بيظهر له الكلب وبيتكلم معاه، وماكس بيخاف وبيجري منه، والكلب بيروح وراه
لحد ما ماكس بيوصل البيت وبيبقى فاكر ان جاله تهيؤات، لكن بيظهر له الكلب تاني وبيعرفه ان هو اللي حدد شكله لما رسمه على الحيطه، وبيحكي له انه يقدر يتخفى بسهوله وان مهمته انه يخدم ويساعد اول شخص يشوفه، وبيفهمه ان هو اللي ساعده يتغلب على الاولاد المتنمرين. فبيطمن له ماكس، ومن اللحظه دي بتبتدي صداقتهم. وبعدها بيفتح اعلان مسابقه الرسم اللي كان هيقدم فيها، وبتكون الجائزه بتاعتها انه هيتدرب لمده سنه مع فنانين معروفين، وبيبقى ده اخر يوم في تقديم المسابقه، فبيزعل لانه مش هيلحق يقدم. وفي الوقت ده بتبقى دكتوره أليكس بتتفرج على تسجيل كاميرات المراقبه بتاعه المكتبه، وبتشوف اللي حصل وبتعرف ان روبوتات النانو مع ماكس ومتخفيه. وبالليل وماكس نايم، الكلب بينتهز الفرصه وبيصور كل رسوماته الجميله وبيحملها على موقع المسابقه وبيقدم له فيها. وتاني يوم بنشوف جاكي وهو بيدور على ماكس وبيسأل عليه الشباب اللي كانت بترسم، لكن محدش بيكون عارفه. الكلب بيصحي ماكس من النوم علشان يخرجوا يلعبوا سوا، لكن ماكس بيقوله ما ينفعش يخرج معاه لانه مش كلب حقيقي، فبيتحول لكلب حقيقي. وبيفرح ماكس جدا بيه لانه امنيته اتحققت وبقى عنده كلب، وبيسميه فوكستر وبياخده وبيخرجوا. وبنشوف دكتوره أليكس بعد ما رصدت مكان روبوتات النانو وشافته مع ماكس بعد ما تحول لكلب حقيقي، اللي بيروحوا لجنينه كلها كلاب. وماكس بيسيب فوكستر علشان يندمج مع باقي الكلاب ويلعب معاهم، وبعدها فوكستر بيديله عينه نانو يحطها في ودانه زي السماعات علشان يعرفوا يتواصلوا مع بعض من غير ما حد يلاحظ. ولوسي بتشوف ماكس ومعاه فوكستر وبيعجبها جدا وبتقوله انه كلب لطيف، تقعد معاه وبيجوا اصحابها وبينادوها فبتسلم عليه وبتروح معاهم. وهنا فوكستر بيفهم ان ماكس معجب بلوسي وبينصحه انه يتكلم معاها ويعبر لها عن اعجابه. في اللحظه دي بتقرب منهم دكتور أليكس علشان تستخدم سلاحها وتعطل تشغيل الروبوت، لكن بترجع في كلامها وبتقرر تراقب اختراعها من بعيد وتدرس مدى تأقلمه مع الظروف الخارجيه. وبنشوف جاكي وهو لسه بيدور على ماكس وبيتصل بيه ماريو وبيقوله انه لو ما جابش الروبوتات النهارده هيخلص عليه. في الوقت ده بيروح ماكس مع فوكستر وبيوصلوا ساحه مهرجان وعروض رقص، وبيلاقي هناك زميله دان المتنمر بيقوم بحركات رقص متنوعه والكل بيسقف له، ولوسي واصحابها بيتفرجوا عليه. وهنا بيقرر فوكستر يساعد ماكس ويغير له شكله علشان يدخل مسابقه الرقص ويبهر لوسي، فبياخده وبيغير له ستايل لبسه وبيحط له عدسات بدل النضاره وبيغير له قصه شعره وبيلبسه كاب. وبيرجع ماكس للمسابقه وبيظهر بشكله الجديد وبيرسم على الحيطه بالالوان وهو بيرقص بحركات جديده، وكل الموجودين بينبهروا وبيصوروه. وبيجي دان مع اصحابه وبيتضايق من اعجاب الجميع بماكس اللي رسمته بتطلع في الاخر لزميلته لوسي اللي بيحبها، وهي بتبقى فرحانه ومش مصدقه انه رسمها هي. وجاكي بيقابل دان واصحابه بالصدفه وبيسالهم على ماكس، وعلشان دان متغاظ منه طبعا بيقول له عنوانه ورقم تليفونه من غير ما يساله حتى عايزه ليه. في نفس الوقت لوسي بتشكر ماكس على الرسمه وبتمشي مع اصحابها وهو بيروح للبيت، وبيقول لفوكستر يتخفى علشان اهله ما يشوفوهوش، لكن بيكون جاكي مراقبهم هو وأليكس. وفي البيت ابو ماكس بيبلغوا انه اتنقل من شغله وهيعيشوا في مدينه تانية، فبيتعصب ماكس وبيسيبهم وبيجري بره البيت، وابوه بيروح وراه علشان يهديه وبيروح وراهم فوكستر. وفجاه ابوه بيعدي بتحصل له حادثه وام ماكس بتنهار وبتطلب المساعده، وفوكستر بيبقى واقف وشايف اللي حصل وبيتحول لوضع الاختفاء. وأليكس بيستغرب لانه كان ممكن يساعد الاب وينقذه لكن ما عملش حاجه. وجاكي بيلاقي اجزاء من النانو وقعت من ماكس فبياخدها وبيوديها لماريو اللي بيقرر يسلم عينه النانو لعالم علشان يحللها ويعملوا منها نسخ كتير. وبنشوف ماكس في المستشفى مع امه ومستنيين الدكتور يطمنهم على ابوه، وبعدها بيشوف فوكستر مستنيه قدام المستشفى فبينزل له وبيساله هو ليه ما ساعدش ابوه، فبيرد عليه بانه مصنوع علشان يساعد الملك الاول بتاعه بس، فبيزعل ماكس منه وبيسيبه وبيمشي. وماريو بيعرض عينه النانو على خبير في التكنولوجيا وبيعرف منه انه مستحيل يعملوا منه نسخ تانية، فبيطلب ماريو من جاكي انه يجيب له ماكس، لكن جاكي بيعرفه انه مجرد طفل ما يعرفش اي حاجه، لكن في الاخر بيضطر انه ينفذ اوامره. وماريو بيبعت وراه واحد من رجالته اسمه اركان علشان يراقبه، وفي نفس الوقت بيكون ماكس بيطمن على ابوه. ولما بينزل ماكس من المستشفى بيلاقي فوكستر لسه مستنيه، فبيقرب منه وبيقوله انه خلاص مش زعلان منه، لكن لو لقى اي شخص محتاج مساعده لازم يساعده. وبتجيله لوسي علشان تطمن على ابوه، وبيجي واحد بيقف بعربيته قدام باب المستشفى وماكس بيقوله ممنوع الوقوف هنا، فبيتريق عليه الراجل وبيقوله يركنها هو لو يعرف. وبيسمعه فوكستر فبيقرر انه يخلي ماكس يسوق العربيه وبيركبوا جواها ومعاهم لوسي. في اللحظه دي بيوصل جاكي للمستشفى ووراه اركان اللي بيراقبه ودكتور أليكس اللي متابعه فوكستر طول الوقت. ولما بيتحرك ماكس بالعربيه كلهم بيتحركوا وراه وبيرش ميه على شله المتنمرين، ولوسي بتبقى مبسوطه ومبهوره من سواقته وبتعبر له عن اعجابها بيه وبمهاراته. بيشغلوا موسيقى وبيفضلوا يرقصوا سوا، ودكتور أليكس بتلاحظ مطاردة اركان وجاكي الماكس، فبتستعلم عن اركان من رقم عربيته وبتعرف انه مطلوب من الانتربول، فبتقرب
بتقرب من عربيته وبتضربه بسلاح الموجات الكهرومغناطيسيه وبتتعطل كل العربيات حتى عربيته. وبيتضايق ماكس من فوكستر وبيبقى متخيل ان هو اللي وقف العربيه. لوسي بتخاف من ماكس لانه بيكلم الكلب وبتنزل من العربيه فبيعرفها بحقيقه فوكستر. وهنا بيوصل لهم اركان وبياخدهم معاه لماريو. تجري دكتور أليكس على فوكستر وبتلاقيه مش قادر يتحرك بسبب العطل اللي حصل له من السلاح بتاعها، فبتعتذر له وبتعرفه انها العالمه اللي اخترعت روبوتات النانو الخاصه بيه، فبيطمن لها وبيقول لها تلحق ماكس ولوسي وبيطلب منها ترصد مكانهم عن طريق سماعه النانو اللي بيتواصل بيها مع ماكس. وفعلا بتعمل كده وبيكون اركان شاف سماعه النانو واخدها من ماكس. وبتوصل دكتور أليكس للمبنى اللي فيه الولاد وبتتكلم مع فوكستر وبيخططوا ازاي يدخلوا المبنى. وهنا بيسمعهم اركان من السماعه النانو. وبيوصل جاكي للمبنى وبيدخل ورا فوكستر وهو متخفي. ودكتور أليكس بتكون مراقباهم من شاشه العربيه. وبيظهر اركان لأليكس في العربيه وبيمسكها وبياخد السلاح اللي معاه. فوكستر بيظهر ورجاله ماريو بيحاولوا يمسكوه. في اللحظه دي بيدخل اركان ومعاه أليكس. وبيقدر فوكستر بذكائه وقوته يخرج ماكس ولوسي وبيدخل اركان ورجالته مكانهم. لكن ماريو بيقدر يسيطر على فوكستر جوه حاجز ازاز. وأليكس بتعرفه انه مش هيقدر يتحكم في روبوتات النانو لانه مش مالكها، فبيهددها بانها لازم تعيد برمجه فوكستر من تاني. فبتضطر تاخده للمعمل علشان تنقذ لوسي وماكس وبتعيد برمجه النانو. في نفس الوقت بيبقى جاكي بيصوره وبيسجل كل كلامه على موبايله وبيبعتها للشرطه. وهنا بنعرف انه سمع كلام فوكستر مع أليكس واتفق معاهم علشان ينتقم منه. وأليكس بتطلب من ماريو يشيل الحاجز علشان الاشاره توصل لجهاز النانو. وبينتهز جاكي الفرصه وبيدمر جهاز التعديل. وفوكستر بيقدر يحبس ماريو واركان جوه شبكه الكترونيه ما بيقدروش يتحركوا منها. وبيطلب من ماكس انه ينهي تفعيله لانه مش عايز شخص زي ماريو يستخدمه كسلاح في اعماله الممنوعه. ماكس بيحزن جدا وبيقوله انه صاحبه الوحيد، لكن فوكستر بيعرفه ان الاصدقاء ما بينسوش بعض وانه لازم يبقى قوي. فبيأمره ماكس وهو حزين انه ينهي التفعيل. وفجأة بيتبخر وبيرجع لصورته الاولى. وبيتحرر ماريو واركان من الشبكه وبيمسكوا جاكي اللي بيقول لهم ان صور كل حاجه والشرطه في طريقهم ليهم فبيضربوه. وماريو بياخد لوسي معاه لحد ما يهرب بطيارته وبيروح ماكس وراه. والمفاجاه ان النانو اللي اتفك بيظهر لماكس وبيتحد جواه وبيبقى عنده قوه خارقه. وبسرعه بيروح يلحق ماريو قبل ما يهرب وبيضربه وبيتصدى له ماريو، لكن ضرباته ما بتأثرش فيه وبيفضل يقاتله لحد ما بيتغلب عليه وبيفقده الوعي. وبينقذ لوسي على اخر لحظه وتيجي الشرطه وبتقبض على ماريو ورجالته. وبترجع روبوتات النانو لدكتور أليكس اللي بتعرض على جاكي يشتغل معاها كمسؤول امن لحمايه النانو. وبعد ايام بيجي الماكس جواب وبيعرف انه كسب في مسابقه الرسم وهيتدرب سنه كامله مع فنان تشكيلي معروف. وابوه وامه بيهنوه وبيفاجئوه بانهم جايبين له كلب وبيفرح بيه جدا وبيسميه فوكستر. وبياخده هو ولوسي وبيخرجوا سوا. لو عجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا معانا في القناه وتفعلوا جرس التنبيهات وتعملوا لايك وشير للفيديو وتكتبوا لنا في التعليقات عن اي مسلسلات او افلام حابين ان احنا نلخصها لكم الفتره اللي جايه.